سلام عليكم فانيلياتي، متحمسة قوي لفكرة فيديو النهاردة. حابة قوي انكم تستفيدوا من الكنز ده. كنز لأي واحدة عايزة تعمل شغل بعجينة السكر ومش موجود عندها، سواء بقى عايزة تعمل تغليف للتورتة، مجسمات، أشكال بالقطاعات. بجد عجينة قمر قمر. خلاصة تجارب. أنا عليا أجرب وأهدر وأبوظ وأرمي وفي الآخر أتعلم وأديها لك أنتي مقشرة. كل بس اللي أنا عاوزاه منك إنك تدوسي على اللايك وتشيري الفيديو على أوسع نطاق، حتى لو ما تعرفيش جروبات ابعتيه لأصحابك على الواتس. يلا بينا على طول نبتدي. طبق ناشف ونضيف، ومعايا هنا منخل هحط فيه 3 كوبايات كريم شانتيه، اي نوع كريم شانتيه، خام بسكر مش فارقه، اي نوع. هحط ال3 كوبايات هنخلهم كويس عشان شويه ممكن تعمل رطوبه فما تنزلش معايا، وهحط كمان 3 معالق سكر. لو انتي عندك كده كريم شانتيه بسكر ما تحطيش طبعا سكر، انتي اشتغلي بالمسكر عندك على طول. وبعدين هنخل دول برضو، مش هحط اي حبوب خشنه كده من حبوب السكر اللي بتفضل معايا في المصفى دي. كمان هحط 3 معالق من الميه، 3 معالق بس. انا ببتدي ب3 معالق بس، وبعدين ابتدي اقلب. طبعا انت هتحسي ان البودره كتير قوي على الميه وايه دوت ومش نافعه تتلم، هتتلم، استني بس علينا شويه. هحط هنا بقى كمان معلقه كده صغيره برضو من الميه، وابتدي ان انا اهرس كده العجينه في بعضها لغايه لما ادخل بايدي بقى وابتدي الم العجينه كده مع نفسها. طيب انا حاسه ان الميه قليله، ضيفي معلقه كمان، مفيش مشاكل. العجينه هنا مرنه قوي ان انت تستخدمي عينك في ضبط مقدارها. 4 معالق، 5 معالق، المهم انها تكون طريه معاكي. شايفه دلوقتي هي قاسيه معايا كده، ضفت لها انا دلوقتي كمان معلقه وابتديت ان انا اعجنها كويس. كل ما بعجنها وتقطع معايا معنى كده ان هي مش مظبوطه. امال امتى اعرف انها مظبوطه؟ كل ما اشدها وتبتدي ان انا تعمل في ايدي مطه كده زي اللبانه كده، تفضل تمط معايا، انما لما تقطع يبقى مش تمام. دي المطه اللي انا قصدي عليها. تشديها كده تلاقيها بتمط معاكي، معنى كده ان هي ستريتشنج وتحفه تحفه تحفه للتغليف. تمام. تعالي بقى نلونها. اكيد مش هغلف بيها الجناش مثلا وهي كده عامله زي لون العجينه بتاعت الدقيق يعني. هبتدي ان انا احط شويه الوان صغيره قوي على قطعه منها صغيره. انا الاول بصراحه بكون جبانه في موضوع التلوين لان اول مره الونها، فخايفه ان هي تبقى تقبل اللون بشكل اوفر، فالاول بجرب في حتت صغيره. حطيت اصفر، حطيت بني، حطيت فوشيا. قلبت كويس واخدت جزء صغنن قوي منها عشان الون بيها بقيه العجينه. لقيت الدنيا كويسه وفي نفس الوقت مش بتقبل يعني اللون بسهوله قوي فبتغمق مني بسرعه، فاطمنت. ابتديت بقى ان انا احط كل اللي كان في الطبق معايا، وكمان هزود فوشيا عشان انا عايزه اخد لون كشمير. الكشمير بيبقى عباره عن بني، اصفر وفوشيا. بدات تلون معايا اهي. كمان حطيت نقطه فوشيا وقلبت كويس فيها وعجنتها تحفه جدا. يلا بقى نشتغل. سنة نشا، لأن ألف به عجينة سكر أو عجينة شانتيه. نشا على البورد اللي عندي، ونشا على إيدي، ونشا على عجينة، وكمان نشا على النشابة. لكن طبعا إن أنا بحاول إن أنا أعمله بفرشة عشان خاطر ما يعلمش في العجينة. طيب، فردتها اول حاجه وجبت تورته الجناش بتاعي. فاكره الجناش اللي عملناه قبل كده مع بعض الحلقه اللي فاتت اللي كان برضو بالكريم شانتيه؟ هسيب لك تحت في صندوق الوصف اللينك بتاعه. ابتديت ان انا افرد اول طبقه كده من فوق، وابتديت ان انا اشيل الجوانب كده بالكتر عشان عايزاها على قدها بالظبط. بس يعني مش بالظبط، بسيب يعني نص ملي كده من الجنب عشان ده انا هحتاجه وهوريكي دلوقتي هحتاجه في ايه. ابتديت بقى اجيب كده شريط ستان عشان عايزه اعرف القطر بتاعها قد ايه، علشان لما اقص عجينه السكر اقصها على المقاس بالظبط وما هقدرش. فانا قصيت هنا العرض وقصيت هنا كمان الارتفاع بتاعها علشان ابتدي اظبط العجينه السكر اللي عندي على المقاس ده. فردت الشريط الستان كده بطول القطر اللي انا قايساه، وكمان حطيت الارتفاع برضو عليها بالقطر اللي انا عايزاه عشان خاطر ابتدي اقص على هذا الاساس. فبالتالي لا يطلع معايا حته زياده ولا يطلع معايا حته قصيره، ويبقى المقاس عندي مظبوط. خدتها كده على اي كوبايه ميه عندك، ادهنيها بس سنه نشا خفيفه قوي، وبعدين روليها كده بحيث تبقى الرول بتاعها مظبوط، مش عامل من حته وبايظ من حته زي السجاده، لا، عايزاها مظبوطه. وبعدين تبداي توقفي كده الكوبايه وتبداي ان انت تفردي عجينه السكر بالشكل ده. دي بتبقى طريقه سهله قوي خصوصا البنات اللي لسه بادئه وخايفه ان العجينه تقطع منها. هتبتدي ان انت تفرديها كده بالراحه وتظبطي كده المكان زي ما انا بعمل، بطبطب عليها كده عشان ما يبقاش فيها فراغ
فراغات هواء ما بين الجناش وما بين العجينه بتاعت السكر. هحطها على المقاس واخد بالكتر كده اشيل الزياده، وبعدين ابتدي ابصم بقى. ابصم بايه؟ بالمكوه بتاعت عجينه السكر. انا عندي مكوتين من عجينه السكر، لو حطيت المكوه مباشر كده هلاقي انها ابتدت تلزق في العجينه، فسنه نشا خفيفه قوي قوي بفرشه وببدر من فوق، وبعدين ابتدي ان انا امسك بقى الزوايد اشيلها كده بالقطر. وبعدين هقولك بقى هنشتغل ازاي. ببتدي ان انا اموت الحروف. يعني ايه اموت الحروف؟ يعني افعص عجينه السكر كده في بعضها عشان تبقى واحده ما تبقاش اتنين. ومن فوق برضو بعمل نفس الموضوع، وده لازم يتعمل باتنين مكوه، مكوه من تحت بزق بيها ومكوه من فوق بقابل بيها، فالعجينتين يتلزقوا في بعض عندي. مش بس يتلزقوا، ده كمان هيتلزقوا ويعملوا لي شارب ايدج، لان كل ضغطه من تحت على كل مقابله ليها من فوق بتعمل معايا حافه. الحافه دي انا بشيلها بقى، اللي هي رفيعه قوي دي، لان هي دي اللي هتعمل لي الشارب ايدج او الحافه الحاده، زي يعني المسطره كده مستقيمه. بزق من فوق ويقابلها المكوة التانية من فوق، وبالتالي اعمل ايه؟ يطلع لي الحافة الصغيرة. ابتدي اشيل الحافة الصغيرة دي زي ما هتشوفي معايا كده. طبعا العجينة ما شاء الله سهلة وطرية، فبالتالي بتتزق معايا بسهولة، بتتهرس معايا بسهولة، فبطلع الجزء الزيادة اللي انا مش عايزاه ده، وبالتالي باخد الشارب او يعني الايه الزاوية المستقيمة اللي انا عايزاها من فوق. هي دي بقى الزيادات اللي انا بقولك عليها، اللي هي ضغطة من فوق وضغطة من الجنب، يطلع معاكي زيادات رفيعة قوي قوي، تشيليها تبتدي تعمل معاكي الحافة الحادة اللي انا بكلمك عليها، وتبقى عاملة معاكي زي المسطرة كده، وتبقى الدنيا حلوة جدا. وبعدين بقى ببتدي امسك كده المكوة اللي عندي، وابتدي ان انا الف كده على الجوانب داير ما يدور، اظبط لو اي حاجة ظاهرة معايا اشيلها معايا. هتلاحظي بقى ان في مثلا بعض نقط نشا كده صغيرة ما بتبقيش حباها، بتاخدي قطعة من عجينة السكر بتبقى عاملة زي السموزر كده، بنبتدي ان انا اورنش بيها كده، اشيل بيها اي بقايا من عجينة السكر او من النشا او اي نقط مش حباها. وزي ما عملت من فوق بعمل من تحت، بقلب التورته كده وبحط تحتها كيس عشان طبعا ما يلزقش في البورد وابتدي اعيط. كل اللي بعمله ان انا بزق العجينه بالمكوه لفوق عشان اقفلها مع الاكليريك، فاخد نفس الشارب ايدج اللي خدته من فوق بس اخده من تحت، وارجع اقلب التورته مره تانية، ويبقى كده شكرا شطبنا. الكميه دي من العجينه كفت معايا تورته، تغليف تورته مقاس 22، وفضل شويه كمان من العجينه لسه هعمل بيهم ديزاين ان شاء الله انزلهولك الحلقه الجايه، وهعمل لك حته فكره لبديل الرش المخملي. كانت مجرمه مجرمه مجرمه، واظبط حاجه ظبطت معايا للرش المخملي الحمد لله. انا كده خلاص خلصت، ما تنسوش ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.